تاني يا جماعة. زي ما قلنا احنا بنتكلم في مجموعة الفيديوهات دي عن أداة التحليل الباور بي اي. وكنا تعرفنا في الفيديوهات اللي فاتت عليها وعرفنا إنها أداة لتجميع البيانات من مصادر مختلفة لعمل فيجواليزيشن وإخراج منصات وتقارير تفاعلية لمساعدة متخذ القرار. وكنا بنينا وأنشأنا المثال لتقرير التفاعلي اللي هو اللي احنا شايفينه دلوقتي. وكنا عايزين نقوم بنشره على النت للمشاركة مع أعضاء الشركة وفريق العمل، سواء للمشاهدة أو المناقشة أو التعديل. النشر ده بيتم على منصة الباور بي آي سيرفيس داخل الورك سبيس المخصص لكل مستخدم. واحنا زي ما كنا عرفنا في المقدمة ان الباور بي اي سيرفيس دي منصة بيد، هي كلاود بيد بلاتفورم او كلاود بيد ابلكيشن. احنا كنا الفترة اللي فاتت كلها بنشتغل على الباور بي اي ديسكتوب، وده ابلكيشن مجانية بننزله على الكمبيوتر بتاعنا وبنشتغل بيه. لكن لما بنيجي للحظة ان احنا عايزين ننشر الشغل بتاعنا او التقرير بتاعنا على الباور بي اي سيرفيس او على النت، فاحنا في الوقت ده بنحتاج ان احنا يكون عندنا حساب على الباور بي اي سيرفيس علشان نقدر ننشره. فلو انا دلوقتي جيت وانا في التقرير ده وقلت له ببلش، هيلاقيه do you want to save. ماشي، اوكي، سيف. هيلاقيه بيسألني عن الميل بتاع الاكونت بتاعي على الباور بي اي سيرفيس. انا عندي ميل، انشأنا ميل، انا انشأت ميل فهدخله. وبعد كده هنشوف مع بعض ازاي ممكن ننشئ لنفسنا ميل على الباور بي اي ويكون مجاني، بس بيكون ليه ليميتد ل 60 يوم، ليميتيشن بحيث ان احنا ما نقدرش نستعمله بعد ال 60 يوم. فانا هدخل الميل بتاعي اللي انا انشأته، ان هو فعلا كتب لي هنا اسم الميل بتاعي او اسم الاكونت بتاعي اللي هو منى صبرا، وبدأ يحس بالحساب بتاعي وفتح لي فعلا الورك سبيس بتاعي اللي موجود على الباور بي اي. اللي هو عندي اتنين ورك سبيس، واحد اسمه ديو، واحد اسمه ديمو، وواحد اسمه ماي ورك سبيس. فهو هنا بيسألني انت هتعملي ببلش للريبورت بتاعك ده في انهي واحد. انا هختار الماي ورك سبيس وهقول له سيلكت. بيبدأ يعمل لي بابليشنج للشغل بتاعي على الباور بي اي سيرفيس، بحيث ان انا لما يخلص اقدر افتح الباور بي اي سيرفيس والاقي الشغل بتاعي موجود. انا خلصت هنا، هعمل له سيف واعمل له واخرج منه. من دلوقتي نروح على البراوزرز ونفتح الباور بي اي سيرفيس من على البراوزرز. عشان نفتح الباور بي اي سيرفيس بنقول له app.powerbi.com. طبعا هيسألني انت هتدخلي بأنها اكونت، فانا هختار الاكونت اللي انا هدخل بيه، وبيظهر لي الباسورد وبيعمل ساين ان للباور بي اي على البراوزر. لازم بيعمل فيريفيكيشن، بيبعت لي الكود ده على الموبايل. لما بيتأكد ان انا وبقول له اوكي، يبدأ يدخل فعلا جوه الباور بي اي، جزء من المايكروسوفت فابريك زي ما احنا بنشوفه ساعة التحميل كده. لو انا فتحت الماي ورك سبيس بتاعتي، هلاقي فيها تقرير المبيعات اللي هو ده اللي انا عملت له شيرنج من الباور بي اي ديسكتوب. افتح تقرير المبيعات. لما فتحت تقرير المبيعات لقيت فعلا التقرير اللي انا عاملاه كله موجود قدامي، ما عدا الجزء بتاع الماب اللي هو محتاج برضو سيتنج على السكيورتي، زي ما عملنا في السيتنج برضو في الباور بي اي ديسكتوب. كنا محتاجين ان احنا نغير في السكيورتي علشان الماب تظهر. هنا برضو محتاجين ان احنا نظبط في السكيورتي علشان الماب تظهر على الباور بي اي سيرفيس. عشان نظبط الجزء ده فانا بروح للسيتنج من الجير دي، وبروح هنا للادمن بورتال. بدور هنا على حاجة اسمها ماب. هيجيب لي اي حاجة فيها ماب، انا هختار ماب اند فيلد ماب فيجوال. هي دي الجزء اللي انا هشتغل عليها. هي معمولة ان هي disabled، فانا هقول له ان هي تبقى enabled وهقول له apply. apply هو كده عمل apply للتشنجز. ممكن ما تظهرش في in the time على طول، بس نقدر نجرب ونشوف لو هتظهر.
أو نعمل له ريفرش ونفتح تقرير المبيعات بتاعنا تاني. لقينا فعلا الماب ظهرت، وكل الايكونز او كل الجرافس اللي موجوده في الريبورت بتاعتي بدأ ظهرت بالشكل الطبيعي بتاعها. ده عامله شير للريبورت بتاعي، وبحيث ان انا ممكن اسمح للفريق العمل اللي معايا ان هو يدخل يشوفه، ممكن يعدل عليه، ممكن نتناقش فيه، وبرضه اسمح لمتخذ القرار ان هم يقدروا يفتحوه ويشوفوه في اي وقت ويتابعوه. كده انا شفت الباور بي اي، شفت ان انا ازاي بنيت الريبورت بتاعي من خلال الباور بي اي ديسكتوب، وشفت ازاي ممكن اعمل له شير على الباور بي اي سيرفيس. طبعا علشان انا اقدر اعمل الشير على الباور بي اي سيرفيس او الببلشنج على الباور بي اي سيرفيس، فطبيعي ان انا بيبقى عندي حساب باور بي اي برو. لكن هم علشان يساعدونا ان احنا نقدر نفهم ونستعمل البرامج بتاعتهم قبل ما نشتريها، فادونا فرصة ان احنا ممكن نخلق اكونت مجاني لمدة 60 يوم نقدر نشتغل فيه، بحيث ان احنا نجرب فيه كل الامكانيات ونشوف هل الموضوع ده فعلا مفيد بالنسبة لنا ونقدر نستفيد منه ولا لا، قبل ما نقرر ان احنا نشتري. الاكونت المجاني ده بتوفره لنا المنصه اللي هي بتاعت الدايناميك 356. احنا كنا طبعا اتكلمنا ان في المقدمه عن منصه ال 356، وقلنا ان هي ليها ثقه وصيله بمايكروسوفت فابريك اللي جواه الباور بي اي. فهو لو انا ليا اكونت على اي حاجه من دول بتسمع في باقي الابليكيشنز او باقي المنصات. فمن خلال المايكروسوفت 365 احنا هنقدر نخلق الاكونت اللي هو الترايل اكونت او الفري ترايل اكونت. فانا علشان اعمل الموضوع ده باجي هنا وبروح ادور على دايناميك 365 فري ترايل، فبيفتح لي الشاشة الرئيسية بتاعت الدايناميك 356. باجي هنا هو زي ما قلنا ان هو عبارة عن مجموعة من الابليكيشنز. فانا بروح على اي واحدة منهم، انا اختار اول واحدة اللي هي السيلز، وهبدأ اقول له تراي فور فري. هيديني هنا بيقول لي انت عايزه تدخلي انها ايه الاكونت اللي انت هتشتغلي بيه، فانا هدخل له اي اكونت من عندي، اي اكونت. فانا مثلا هشوف اي اكونت سواء جيميل او هوت ميل او ياهو، اي اكونت عندي فادخل. فانا هدخل اكونت على الياهو وبقول له انتر. طبعا لازم بدوس على الاجري وستارت يور فري ترايل. هنا بيقول لي بليز انتر ا ورك اكونت فور ذا بيست ترايل اكسبيرينس. فهو لما باجي اعمل الاكونت الفري اكونت ده، هو بيشترط عليا ان الاكونت ده يكون يا اما ورك اكونت يا اما يكون ستودنت اكونت. فهو شاف ان ده ولا ورك ولا ستودنت. فهنا بتبقى تظهر بقى المشكلة. طب ازاي هقدر اكمل ان انا انشئ الاكونت وانا ما عنديش اكونت ورك او ما عنديش اكونت ستودنت؟ علشان ابدا انشئ اكونت وانا ما عنديش اكونت ستودنت او اكونت ورك، فانا من الشاشه دي باجي هنا واقول له سيت اب ا نيو اكونت وستارت فري ترايل. هيبدا يفتح لي شاشه تانية. فانا هكتب له هنا اسم الاكونت بتاعي او اسم الميل بتاعي اللي انا عايزه اشترك بيه، وهقول له انا كتبت له الميل بتاعي اللي على الياهو، وهقول له نيكست. بيبدا يعمل فيريفيكيشن بحيث ان هو ممكن يديني بازل احلها. فبيديني زي بازل او اكشن ممكن اخده، بحيث ان انا احرك الماب تبقى زي في نفس الاتجاه بتاع الماب الاولانيه، واقول له سبميت. كده هو اتاكد مني، عمل فيريفيكيشن واتاكد ان انا اوكي. وبدا يقول لي looks you need to create a new account, let us get started, sign up account. فهو continue as الميل اللي على الياهو، فهقول له set up الاكونت. بيبدأ يديني الشاشة دي بقى، أبدأ أملى فيها مجموعة من البيانات. فأنا هقول له منى، مم، والجوب تايتل يوتيوبر، وهديله هنا رقم تليفون، لازم بيبقى فيه رقم التليفون يبقى فيه الاريا كود. الكومباني نيم برايفت،
السايز هنا هديله ده واحد، 1 بيرسون. في سؤال هنا بيسأله لي، بيقول لي does your company has a website؟ انا هقول له no، لان ده بيدي فرصة ان هو يديني دومين اقدر اشتغل عليه. بيقول لي الكانتري بتاعتك ايه، فانا هقول له ايجيبت. ممكن معلمش على دول على اساس ان دي الميلات اللي هو بيبعتها لي، نوع من التحفيز. كده خلصت اول جزء، حطيت فيه البيانات بتاعتي وهقول له next. هو اداني دومين نيم من عنده اسمه برايفت 301 على on microsoft.com. فاقول له اوكي سيف. ممكن اخد منه كوبي علشان ابدا ابقى عارفه هو ايه، استعمله ازاي. انا هخلق سترونج باسورد واقول له يوز السترونج باسورد. اوكي. ممكن اخد منها كوبي برضو واقول له نيكست. دي معلومات عن الفيزا كارد، احنا مش محتاجين الفيزا كارد دلوقتي، فممكن اخرج من هنا. هو كده اوكي، عمل كرييشن للحساب بتاعي. في الطبيعي ان انا مش هقدر ادخل بيه دلوقتي على الباور بي اي، لان انا عندي حساب تاني اكونت فري. لما بيكون عندي حساب فري ما بقدرش ادخل باكونت تاني. بس من باب العلم بالشيء، احنا عرفنا ازاي ممكن نعمل ننشئ حساب عن طريق الدايناميك 356. حساب مجاني بحيث ان هو يكون معانا لمدة 60 يوم. نقدر نجرب فيه الدايناميك والباور بي اي ديسكتوب والباور بي اي سيرفيس، ونعمل ببلش لاي شغل عندنا، ونشوف ازاي ممكن نستعمل الابلكيشنز دي. يا ريت الموضوع يكون كان مفيد بالنسبة لكم وتكونوا استفدتوا منه، ونشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. سلام.